السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وكل سنة وأنتم طيبين، وعيد علينا سعيد وعليكم. ربنا يجعله باليمن والبركات يا رب، ويبلغنا عرفة ويغفر لنا ذنوبنا ويكرمنا يا رب العالمين. كل سنة وأنتم طيبين. النهارده طالع أعمل لكم حاجة جميلة على قد الإيد. إيه هي بقى اللي على قد الإيد؟ الأول تعملوا لي شير واشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس عشان تاخدوا مني حاجات حلوة جدا. طبعا كل بيت دلوقتي عنده لحمه وعندنا كل الحاجات دي كلها. النهارده هطلع اعمل لكم همبرجر بمكونات بسيطه، بحته لحمه بسيطه، بدل ما بنعملها بفول صويا هنعملها ببرغل افضل من الفول الصويا. الفول الصويا انتوا عارفينه اللي هو ملوش داعي يعني، لكن البرغل هيبقى ايه اجمل من الفول الصويا، وفي نفس الوقت كله فيتامينات. المكونات بتاعتنا ايه؟ المكونات عباره عن نص كيلو لحمه اهي، نص كيلو لحمه، وحوالي قد ايه؟ حوالي 100 جرام 100 جرام دي 100 جرام بوش. خلاص اهي، حته بوش صغيره بحته ليا صغيره عشان بيديها طعم، وحته بور. ادي حاجه. الحاجه الثانيه هناخد بصلايه، بضايه، دوت ملح، فلفل اسمر. دي بهارات برجر من عند العطار، بهارات برجر. ودي ومعانا بيكنج باودر، ومعانا بابريكا، يبقى بابريكا وملح وبهارات برجر من عند العطار، وبيكنج باودر وملح وفلفل اسمر. هم دول الايه الحاجه بتاعتنا، مع البصل مع البيض وخلاص. الاول هنتوكل على الله ونقول ايه توكلنا عليك يا رب. اول حاجه هنعملها اللي احنا نخلط الدهون دي مع دي وهنفرمها. طب اللي ما عندوش فرامه هنعملها في الكبه. جميل. ودي احنا كمان غاسلين البرغل ومصفيين، غاسلينه غسله حلوه جدا ومصفيين. اتفقنا؟ نتوكل على الله ونقول ايه خليكم معانا، ما تروحوش في اي حته لحد ما ايه ما اوريكم هنعمل ايه. يلا معايا. هنتوكل على الله ونفرم اللحمه اهي، ونفرم الايه البوش بتاعنا. بنحط الاتنين على بعض كده اهو، بنحط الاتنين على بعض ونبتدي نفرمهم وننعمهم. طبعا النص كيلو عليهم 100 جرام دي او بوش مع حته ليا مع كوبايه برغل. يعني انا جايب كوبايه برغل، كوبايه بس على النص كيلو. نقحت البرغل وغسلته كويس وبعدين صفيته كده مصر. الاول هنعمل ايه اللحمه، ولما نيجي للبرغل هوريك. نتوكل على الله، نقول بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا خلصنا اهو، خلصنا الفرم بتاعنا. انا فرمته على الوش الواسع، ليه فرمته على الوش الواسع؟ عشان اعمله في الكبه، بعد ما فرمت دي هقوم جايب البصله اهي، هجيب البصله بصوا يا جماعه، ادي البصل اهو، هنفرمه تاني. هتوكل على الله. بصوا بقى يا جماعه، عملت البصل اهو. بعد ما عملت البصل اهو عملت البصل كله مع بعضه، واقوم جايب بضايه. هجيب بضايه اهي ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. بضايه اهي، وهجيب البرغل بتاعي اهو
البرغل اهو كله. طبعا انا مصفيه في مصفى. هجيب التوابل بتاعتي، هجيب التوابل. شايفين؟ ادي اول حاجه بابريكا، تاني حاجه ملح، تالت حاجه فلفل اسمر، رابع حاجه اللي هو البيكنج باودر، خامس حاجه اللي هي البهارات البرجر. بهارات البرجر اللي بتبقى عند العطار، كيس من عند العطار، بحط منه مش كله، بحط منه معلقتين اهو اهو. وادي البهارات كلها. خلاص هعمل ايه؟ هضرب كل المكونات دي كلها مع بعضها. هقعد اضرب اهو. شايفين؟ كل المكونات دي مع بعضيها. ادي النص كيلو، شوفوا طلع قد ايه؟ بسم الله ما شاء الله. هعمل ايه بقى؟ هركن دي مش هستعملها بقى تاني خلاص. هستعمل ايه؟ هستعمل الكبه. ادي هقلب واجيلكم. بصوا بقى يا جماعه، فرمنا البصل وحطينا البيض وحطينا حاجتنا كلها على بعضيها. عشان انعمها قوي لازم تبقى ناعمه قوي، لازم عشان يبقى ليها عرق كده وماسكه. اعملها في الكبه لان معظم ما عندناش مكنه، ما في معظم البيوت ما عندهاش مفرمه ولا غلط. عشان كده اعملها في الكبه بدال ما كنت اعملها في الوش الناعم قوي. لا، اعملها في الكبه عشان انتوا تعملوها في الكبه. انتوا ممكن تجيبوا اللحمه مفرومه، ممكن تجيبوا البوش او الدهن مفروم وتحطوه على بعضه وتحطوا عليه المكونات واعملوه في الكبه. هتوكل على الله. بس بعمل ايه؟ بحط حته اهي، ما بحطش كلها، ما بحطهاش كلها. عشان ايه؟ عشان المكنه، عشان ما تبقاش على المفرمه، على الكبه، على الموتور جامد. اغسل ايدي اهو، اغسلها عشان خاطر لما اجي اشغل تبقى حاجتي، يبقى ايدي نضيفه اهو. اتوكل على الله واقول بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اني توكل عليك يا رب. الحمد لله عملناها في الكبه اهي. شايفين بقى؟ بصوا اهو، هو ده النعوميه بتاعته والايه والمط بتاعه اهي. دي دي البرجر بتاعنا. هنعمل ايه بقى؟ اهو دول نص كيلو. هنعمل ايه؟ نحطها في الثلاجه تشد شويه ونيجي ندورها ونتوكل على الله عبال ما نغسل الحاجه دي. اوعوا تروحوا في اي حته، خليكم معانا ونتواصل. بس فعلوا لي زر الجرس واشتركوا لي في القناه وصلوا على النبي واعملوا لي متابعه وصلاه النبي احسن كده. الحمد لله يا جماعه عملت الايه؟ الهمبرجر. تعالوا شوفوا، تعالوا. ادي الهمبرجر بتاعتي اهي. بصوا عامله ازاي؟ اهو. بصوا ادي طبقه، ادي واحده تحت، 2 3 يعني ايه؟ 9. بعمل ايه؟ بجيب غطا اهو، غطا، وبجيب كيس، حته كيس صغيره، بحط كده وبعمل كده اهو. باخد حته اهي اعملها كده اهو، واقوم حاططها كده اهي، واقوم عامل الكيس كده. خلاص خلص. واقوم قلبها كده اهي. اخد الزيادات دي اعملها كده اهو اهي كده، واسويها بايديا. ما انا ما عنديش ايه اهو. شايفين؟ بصوا عامله ازاي اهي. واجيب واحده كمان اهي، اعملها كده برضه نفس الحكايه، بدورها اهو واعملها كده اهي، وادوس عليها كده، بدوس عليها اهو، واقوم عاملها كده اهي.
سليم، بس دي طلعت كبيرة شوية. لا ايدينا صغيرة ما تبقاش كبير. في ايدينا كل حاجة في ايدينا اهي، كل حاجة في ايدينا بدورها كده اهو اهي بالكورة اهي، وعاملها كده اهو خلاص خلصت اهي. اقوم قلبها في ايديا اهي والفها كده اهي، بقت همبرجر اهي اهي. تعالوا شوفوا اهي، شايفين؟ هنعملهم بقى يا جماعه كلهم هعملهم كلهم واوريكم النص كيلو طلع قد ايه. بص اصلا اللحمه بقت عامله ازاي، يعني بقت يعني انا حطيناها في الثلاجه شويه بقت مسكت في نفسها شويه اهي. شايفين؟ بصوا اهي شايفين اهي. وكل ما تحطيها في الثلاجه اكتر كل ما تبقى كل ما بتشد وتبقى حلوه. بصوا بتمشي معايا بسهوله اهي، واحط دي هنا اهو، حاجه يعني سهله خالص ولا متعبه وعلى قد الايد وعلى قد الامكانيات. وده نص كيلو، نص كيلو رمى معانا كتير يعني شايفين نص كيلو. هنشوفوا هيطلع كام واحده وهنقول لكم برضه. نص كيلو لحم اهي، شايفين؟ تطلع معايا في منتهى الجمال وسوا واحد وكل حاجه. هنروح عند بابا هيخلص كله وهنرجع لكم بقى ايه تاني ان شاء الله. طبعا بعد ما خلصت الهمبرجر وعملتها حطيتها في ايه؟ في الفريزر. شوفوا بقى اتجمدت ازاي؟ اتجمدت اهي، وعملت لنا نص كيلو. عمل لنا كميه قد ايه؟ ده نص كيلو همبرجر. هنعمل ايه؟ معايا بقى 2 فاضل صغيرين كده، هنعملهم ايه؟ هنحمرهم عشان نشوفهم ندوق الطعم حلو ولا مش حلو يا ابو السباع. ايه خليكم معايا ويلا بينا اهو. بصوا ولا كشه ولا اي حاجه، واخر جمال اهي، وبتتقلب معانا بسهوله كل حاجه اهي اهي. شوفوا السم دول الاثنين دول صغيرين اساسا، الاثنين دول صغيرين لكن الباقي كله كبير. دول الحتتين اللي كانوا في الاخر خالص اهي. بصوا بقى يا جماعه، شوفوا قلبها ازاي، شوفوا التخانه، شوفوا تخانتها جميله، شوفوا عامله ازاي، وريحتها روعه. شايفين؟ ادي حلاوه الايه؟ الهمبرجر. عايز بس ايه اوريكم وهي سخنه اهي، شايفين من جوه عامله ازاي؟ اهي كده اهو حبايبي. خلصنا الهمبرجر بتاعتنا اهي، شايفين عامله ازاي؟ دي صغيره خلي بالك عشان نقول عندي اهي. شايفين بقى من جوه عامله ازاي؟ شايفين؟ ايه الحلاوه دي؟ شايفين؟ ادي الهمبرجر بتاعتنا. انا قسمت الاثنين عشان اوريكم من جوه، عشان اوريها لكم من جوه، واحط عليها بقى شويه البقدونس الحلوين اهو. ودي الهمبرجر بتاعتنا. شوف بقى ما طلعتش ايه، بص ما نزلتش دهن كتير. شايفين؟ ندعه اهو، دليل ان هي كلها لحم. يلا كده كل سنه وانتم طيبين. عملنا الهمبرجر، عملنا الكفته من الرز، عملنا كفته السيخ اللي هي كفته العادي، عملنا الحواوشي. كل سنه وانتم طيبين وعام سعيد علينا وعليكم يا رب، وربنا يبلغنا عرفات واحنا في احسن صحه وفي احسن حال. صلوا على النبي واذكروا الله، وما تنسوش الاشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس وايه والمتابعه. وكل سنه وانتم طيبين، وان شاء الله لينا حاجات تانية حلوه باذن واحد احد. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.